يعني حاجة ما تقدرش تصدقها، حاجة ولا في الخيال. شايف الصورة منين راحت فين؟ وكل ده في ثانية. في ثانية احنا بس يا دوبك رفعنا الصورة، حطينا البرومبت وضغطنا كرييت، وكمان من اول نتيجة. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جهاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهارده جايب لك طريقة سحرية سهلة وبسيطة تقدر تحول بيها أي صورة قديمة عندك ومتقطعة ومتبهدلة لصورة كاملة بالألوان، وكل ده بضغطة زر وباستخدام برومبت بسيط جدا. من خلال الرابط اللي هسيبه لك أسفل الفيديو في الوصف هيدخلك على رابط التدوين الخاصة بموضوعنا النهارده. في الشرح ده هنستخدم موقع مشهور جدا اسمه OpenArt.ai. هندخله طبعا من خلال الضغط على زيارة الموقع. هسجل دخول في الموقع بشكل طبيعي. هندخل لأي موقع بيدينا إيميلات وهمية، وفي ملحوظة مهمة جدا، لازم الموقع ده يكون حديث أو معلش ضغط علشان يتقبل أثناء التسجيل في أي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي. طبعا أنا عملت لك شرح في الفيديو اللي فات بشرح لك فيه 11 مواقع مش معروفة ومعلهاش ضغط ومقبولة ومتجربة. هيظهر لك إشعار في الأعلى، وكمان هسيبها لك في وصف الفيديو. طبعا هندخل بالشكل ده، نضغط هنا ستارت وهنبدأ ناخد الميل كده نسخ، وهنبدأ نروح للموقع بتاعنا ونبدأ نضغط ساين اب، وهنبدأ نختار التسجيل بالميل ونحط هنا كنترول في ونكتب اي باسورد ونعيد الباسورد ونضغط ساين اب. طبعا هيبعت لنا كود تأكيد، هنرجع ليه هنا كده وهيظهر معانا هنا في المكان ده زي ما انت شايف كده. هناخده كوبي وهنرجع نحطه هنا كده لصق وهنضغط فيريفاي، وبكده نكون سجلنا الدخول. وهيظهر معانا واجهة بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا في الاختيارات الجانبية لازم تتأكد ان انت مختار ايمج. تاني حاجة لازم تتأكد منها الموديل بتاعك. هتضغط هنا كده على سويتش، ولو انت مش على فولكس كونتكست هتعملها على فولكس كونتكست. تاني حاجة البرومبت. طبعا انا سايب لك برومبت بسيط جدا هتلاقيه داخل التدوينة، هتاخده نسخ. هنرجع كده وطبعا هنحطه هنا بالشكل ده كنترول في، وفي اخر خطوة هنبدأ ان احنا نرفع له الصورة اللي احنا عايزين نعدلها. هنيجي كده على خانة الريفرنس وهنبدأ نضغط في المكان ده كده، هيظهر لنا اختيارات. طبعا هنضغط ابلود عشان يوجهنا للجهاز بتاعنا، ومن خلال الجهاز هنبدأ نرفع الصورة اللي احنا عايزين نعدلها. نضغط كده اوبن، وبالشكل ده هي اترفعت. طبعا هتلاقي اختيار في الاخر كده اسمها الاوتبوت سايز. طبعا ده حجم او ابعاد الصوره. طبعا نخليها اوتو بحيث ان هو يطلع لنا مقاسات الصوره اللي احنا رافعينها بالظبط. وتحت خالص قبل ما نضغط كرييت طبعا هنا عدد النتائج اللي هتطلع. ده ذكاء اصطناعي يا جماعه، فمش لازم كل مره تطلع لك نفس النتيجه بالظبط او هي النتيجه اللي انت عايزها من اول مره. لا، للاسف ممكن تحتاج انك تعمل اكتر من مره. كل صورة بتطلع بياخد عليها 5 كريدت. انت معاك 40 كريدت في الحساب. طبعا لو خلصتهم هتحتاج انك تعمل تسجيل خروج وتبدأ تعمل حساب جديد. طبعا انا مثلا هنا هختار مثلا خليها اختيار واحد بس كده، تبقى نتيجة واحدة بس، وهناخد 5 كريدت وهنجرب. لو طلعت النتيجة مظبوطة خلاص الحمد لله، لو ما طلعتش مظبوطة هنضطر ان احنا نعيد الموضوع تاني. هنبدأ نضغط كرييت بالشكل ده، وطبعا هتبقى في ثواني معدودة هتلاقي النتيجة ظهرت معاك زي ما انت شايف كده. عقبال ما انا خلصت كلام في ثانية واحدة بس كانت النتيجة طلعت. نضغط عليها بالشكل ده. يعني حاجة ما تقدرش تصدقها، حاجة ولا في الخيال. شايف الصورة منين راحت فين؟ وكل ده في ثانية. في ثانية احنا بس يا دوبك رفعنا الصورة، حطينا البرومبت وضغطنا كرييت، وكمان من اول نتيجة. انت كمان تقدر انك تعمل كذا مرة بحيث انك توصل لاي نتيجة انت عايزها، وفي كل مرة هيعمل لك حاجة مختلفة. شايف كمية الغلطات اللي في الصورة الاصلية؟ وشايف الالوان ابيض واسود بقت متلونة ازاي؟ حاجة ولا في الخيال. جربها واكتب لي في الكومنتات نفعت معاك ولا لا، ولو في اي حاجة وقفت معاك اكتب لي بس تعليق وهكون سعيد بالرد عليك في اقرب فرصة ممكنة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.